صرح الفاتيكان في بيان صحفي بأن الإسلام هو الديانة الأولى في العالم، وأكد بأن عدد المسلمين قد ازداد في عام 2011، ووصل عدد المعتنقين للإسلام إلى أكثر من 3 ملايين شخصا في العالم. أندونيسيا التي تحوي أكبر عدد من المسلمين في العالم هي أفضل مثال للعيش المشترك، فهي تضم 300 عرق، وهي متعددة الديانات والتقاليد، وهم يعيشون سوية بسلام. فنحن نتمنى أن تتبع فرنسا يوما هذا المثال الأندونيسي، لكي نستطيع جميعنا أن نعيش بسلام ونتبادل الحوار ونسقط آفة التعصب وانعدام الثقة فيما بيننا. وبالرغم من الإسلامفوبيا التي يتعرض لها المسلمون في أوروبا، فإن عدد المعتنقين للإسلام في ازدياد مستمر. أنا درست الإسلام وحدي من خلال القرآن والسنة النبوية، فهذا الذي مكنني من التعرف على الإسلام النقي، وأنا سعيدة جدا باعتناق الإسلام والحمد لله على ذلك. الآن يمكنني أن أعيش تجربتي مع الآخرين مسلمين وغير مسلمين. وغالبا ما يتعرض المسلمون الأوروبيون للإسلامفوبيا والنبذ من قبل مجتمعهم الأوروبي، ويدخل الكثير منهم في حضن الإسلام عبر الزواج المختلط. قبل أن أعتنق الإسلام لاحظت أن المسلمين يتعرضون للكثير من المشاكل في حياتهم العملية، وعندما اعتنقت الإسلام واجهت بالفعل هذه المشاكل. وحاليا مع كل القوانين التي تحاول السلطة إقرارها، أصبحت الحياة صعبة بالنسبة إلينا، وبشكل خاص بالنسبة للأخوات فيما يتعلق بالحجاب. فأنا فرنسي وديني الإسلام، لكنني أشعر في بعض الأحيان بأنني منبوذ من قبل البيئة التي أنتمي إليها والتي أتفرع منها. علاقتنا الزوجية جيدة، بالطبع نواجه الكثير من النظرات والتساؤلات، لكن هذه الظاهرة شديدة على الجالية الإسلامية. المعنى الثقافي مهم جدا، فنحن نعيش زواجنا بشكل جيد جدا ونحن سعداء جدا. ويشعر المسلمون الأوروبيون بارتياح شديد من خلال مشاركتهم بالنشاطات الثقافية والدينية التي ينظمها المسلمون في أوروبا، والتي تعزز فيهم حب الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتجعلهم يتمسكون بتعاليمه وأخلاقه. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو رحمة للعالمين، هذا ما أكده الخطباء، كما أكدوا لطفه وعاطفته في التعامل مع الآخرين، فهو يحمل فعلا هم الأمة الإسلامية والعالم بأكمله، وهو يحترم كل الأطياف إن كانوا مسلمين أو غير مسلمين.